هي اسعار القهوه بتغلى ليه بالطريقه المجنونه دي في مصر؟ وهل دي مشكله محليه ولا حاصله في العالم كله؟ تعال اقول لك على كام نقطه كده يمكن يكونوا الاهم في معادله انتاج وتصدير القهوه وبالتالي تسعيرها كمان. اول حاجه محتاج تعرفها بشكل سريع وهي تكنيك زراعه القهوه اللي بتتزرع في مشاتل مظلله بتتعرض لاشعه الشمس بشكل غير مباشر، وده عشان تقدر تنمو وتكون الشتله الاساسيه من شجره البن. والشتله دي عشان تقدر تاخدها زي ما هو موضح في الصوره لازم تكون مكونه من 5 ازواج من الاوراق. فيبدا المزارع ان هو ياخدها ويزرعها في الحقول الدايمه الكبيره عشان تبدا ان هي تنمو وتبقى اشجار البن اللي نعرفها بشكلها الحالي. والحقيقه بقى ان الشجره عشان تقدر تنمو وتوصل لاعلى انتاج ليها فالعمليه المرهقه دي بتستمر من 3 ل 4 سنين كامله، وده بيحصل عشان تبدا شجره القهوه ان هي تطلع اكبر واجود انتاج ممكن من حبوب البن الخضراء. وركز معايا بقى في نقطه الزراعه دي عشان هي هتكون مفتاحنا النهارده في معرفه سبب زياده سعر البن العالمي وامتى ابتدت تحديدا وليه فضلت الزياده دي مستمره لحد وقتنا هذا برغم ان اسباب كتيره جدا من اسباب زياده سعر القهوه بدات ان هي تتلاشى بشكل تدريجي على مدار السنين اللي فاتت. بص يا سيدي، اكبر 5 دول منتجه للبن في العالم هم البرازيل وكولومبيا واندونيسيا وفيتنام واثيوبيا. والبرازيل تحديدا لوحدها بتنتج حوالي 30% من اجمالي الانتاج العالمي للبن في السنه. ولحد سنه 2021 الدنيا كانت مستقره تقريبا بالنسبه لحجم العرض والطلب العالمي للبن، وتقدر تقول كده ان حجم الطلب والعرض كانوا الاثنين بيتحركوا في نفس الرقم تقريبا. يعني مثلا في سنه 2020 كان عندك حوالي 10.4 مليون طن من البن كمعروض عالمي، وكان بيقابله في الناحيه الثانيه كاستهلاك عالمي حوالي 10 مليون و200 الف طن من البن. وعلى حسب بورصه نيويورك للسلع واللي تعتبر البورصه الاكبر لتداول البن في العالم باكتر من 80% من اجمالي حجم تداول عقود البن في العالم كله، فاسعار البن العالميه لحد شهر مايو 2021 كانت مستقره عند 120 دولار لكل 60 كيلو من البن او القهوه الخضراء. وال60 كيلو ده بيبقى وزن شكاره القهوه القياسيه اللي بيتم تجهيزها للتصدير واللي بتتسمى الباج. المهم يا صديقي ان مع تفاقم ازمه كورونا حصل ازمه كبيره جدا في سلاسل توريد البن العالميه، وده بسبب اجراءات الحجر الصحي اللي عملت تكدس كبير جدا لمعظم سفن الحاويات في كل الموانئ الكبيره في العالم تقريبا. ده غير النقص الكبير اللي حصل بالنسبه لسواقين الشاحنات اللي موجوده في الموانئ دي، وده برضه بسبب اجراءات الحظر الصحي اللي حصلت وقت ازمه كورونا. وطبعا خليك عارف معلومه عامه كده ان اسعار شحن اي سلعه عالميه في وقت ازمه كورونا وبسبب مشكله سلاسل التوريد زادت من 10 ل 15 ضعف تقريبا. السبب الثاني والمهم جدا في معادله اسعار البن هو ازمه المحاصيل الكبيره جدا اللي حصلت في البرازيل في نفس السنه وهي سنه 2021. البرازيل اللي تعتبر المنتج الاكبر للبن في العالم ما اكتفتش ان هي تواجه الاجراءات الاقتصاديه الصعبه واجراءات الحجر الصحي اللي حصلت وقت ازمه كورونا، لا دي كمان واجهت واحده من اقوى العواصف الاستوائيه في العالم وهي عاصفه اسمها عاصفه لانينا، واللي تسببت في موجه جفاف وتغيرات مناخيه شديده في البرازيل. والتغيرات المناخيه دي او الجفاف الشديد اللي حصل اتسبب في حرائق كبيره جدا في غابات الامازون هناك، والكلام ده طبعا وتحديدا الجفاف قلل بشكل كبير جدا من انتاج شجر البن في البرازيل عشان يوصل في سنه 2021 لاقل مستوى او اقل محصول ممكن حصل للبرازيل من 4 سنين وهو 3 مليون طن من حبوب القهوه الخضراء، وده مقارنه بحجم انتاج حوالي 3 مليون و400 الف طن في السنه اللي قبلها. يعني انتاج البرازيل من البن في سنه 2021 كان اقل بنسبه 11% من انتاجها في سنه 2020. والكلام ده طبعا خلى الاسعار العالميه للباج او الشكاره 60 كيلو من القهوه الخضراء يزيد من 120 دولار في الربع الاول من سنه 2021 لحوالي 240 دولار في الربع الاول من سنه 2022. يعني بنتكلم في زياده حوالي 100% في سنه واحده بس. وفضل الكلام ده مستمر في سنه 2022 لحد شهر اكتوبر. وقتها كلنا بدانا نقول الحمد لله تم السيطره على ازمه كورونا والعالم كله بدا ان هو يتنفس من جديد، وسلاسل التوريد العالميه بدات ان هي تشتغل بقوه من جديد، وازمات تكدس سفن الحاويات في المواني بدات ان هي تنتهي تقريبا، واسعار الشحن رجعت لطبيعتها وكمان المصانع رجعت تشتغل بكامل طاقتها في كل حته في العالم. يعني الدنيا بقت زبادي خلاط. والكل كان متوقع فعليا ان سنه 2023 هتكون سنه كويسه ومريحه بالنسبه للعالم والاسعار هتبدا ان هي تنزل من جديد، وده فعلا اللي حصل في سنه 2023 وتحديدا شهر يناير، واللي خلى سعر الباج ينزل لحوالي 145 دولار للباج الواحد تقريبا. وللحظ السعيد كمان فالبرازيل كانت بدات تتغلب على التغيرات المناخيه اللي حصلت في سنه 2021 وبدا محصول البن ان هو يزيد من جديد عشان يوصل من جديد في سنه 2023 لحوالي 3 مليون و160 الف طن من حبوب القهوه الخضراء في البرازيل. وهنا الدنيا الحقيقه بدات تحلو وبدات تدي اشارات كويسه للتعافي العالمي بالنسبه للتجاره المهوله دي، وفضلت الاسعار العالميه مستقره ما بين 155 ل 160 دولار للباك تقريبا لحد ما جه يوم 7 اكتوبر من سنه 2023 واللي بدات فيه الحرب اللي حاصله من الكيان المحتل على اخواتنا في قطاع غزه، واللي تبعتها هجمات الحوثيين على سفن التجاره العالميه في البحر الاحمر، واللي بيمر منها حوالي 10% من حجم التجاره العالمي. الكلام ده تحديدا هو اللي تسبب بشكل كبير في ارتفاع اسعار الشحن العالميه وبشكل متسارع من جديد، وده بالنتيجه تسبب في زياده اسعار القهوه العالميه من تاني لحوالي 200 دولار للباج الواحد. اما حاليا ولحسن الحظ الاسعار العالميه للقهوه بدات تستقر من جديد وتنزل عند مستوى ال 180 دولار للباج الواحد، ومتوقع باذن الله ان هي تستمر في الاستقرار ما بين 170 دولار لحد 180 دولار للباج الواحده في الفتره اللي جايه، لان مفيش فعليا اسباب واضحه لزياده سعر البن العالمي غير فعليا زياده اسعار الشحن الاخيره واللي حصلت زي ما قلنا بسبب هجمات الحوثيين على سفن البحر الاحمر. لا وكمان حابب اقول
لك ان البرازيل السنه دي متوقع ان هي توصل لاكبر موسم حصاد في تاريخها كله، وده طبعا حاصل نتيجه للتعافي الكبير اللي حصل في المحاصيل الزراعيه عندها. ومتوقع ان البرازيل تنتج في سنه 2024 حوالي 3 مليون و546 الف طن من القهوه الخضراء، بزياده حوالي 12% عن انتاجها في سنه 2023. وده هيخلي حجم المعروض العالمي اكبر من حجم الاستهلاك العالمي لاول مره من سنه 2021، يعني حوالي 4 سنين تقريبا. اما بالنسبه لمصر فاسعار القهوه بتزيد محليا بشكل اساسي بسبب زياده سعر الدولار قصاد الجنيه وزياده اسعار الشحن العالميه، ودول السببين الواضحين اللي انا شايفهم قصادي عشان سعر القهوه يزيد بالشكل ده. ولكن فعليا وتحديدا في اخر شهرين اسعار البن العالميه كانت بتنزل مش بتزيد. وبالنسبه لاسعار الشحن العالميه فالمشكله دي متوقع ان هي تتوقف مع الوقت، خصوصا لو توقف العدوان الاسرائيلي المحتل على اخواتنا في فلسطين المحتله. اما مشكله الدولار في مصر فدي زي ما بنقول كده هي المشكله او المعضله الكبيره عندنا، وهيبان طبعا من اسعار المنتجات المحليه عندنا في مصر هل المشكله فعلا في طريقها للحل ولا هتفضل مكمله معانا شويه. واتمنى ان انا اكون وضحت لك موضوع اسعار البن العالميه والمحليه بشكل مبسط النهارده. لو كملت الفيديو معايا لحد هنا فاتمنى ان انت تدعمنا بمتابعه ولايك وشير، وشكرا جزيلا ليكم. السلام عليكم.